اهلا بيكم. هنعمل النهاردة مع بعض صينية السمك بالصلصة اللي حضراتكم شايفينها دي. صينية قمر وطعمها جميل وحلوة جدا جدا، حاجة كده جميلة جدا ومختلفة عن السمك العادي اللي احنا بنعمله. يلا نسمي الله ونشوف الطريقة بتاعتنا. عندي هنا طاسة حطيت فيها 3 معالق من الزيت، وبعدين ضفت عليهم معلقة كبيرة من الثوم. التوم لازم الكمية تبقى كبيرة لان ده الاساسي اصلا في الوصفة بتاعتنا، وبيدي طعم حلو جدا جدا للتسبيكة بتاعتنا وللصينية بتاعت السمك. هقلب التوم كويس. اول ما يبتدي يتشوح معايا كده ولونه يصفر، هروح ضايفة عليه حوالي قرنين من الفلفل الحامي، واقلب كويس التوم مع الفلفل. اول ما يبتدي التوم معايا يتشوح هو الفلفل كويس كده وريحتهم تطلع، هروح ضايفة عليهم حوالي كيلو من الطماطم المفرومة. هقلبهم كويس مع بعض، وبعد كده اسيبهم يتسبكوا بقى خالص لحد ما تبقى صلصة معايا متسبكة خالص ومش محتاجة بقى ايه ان هي تاخد وقت في الفرن. هتسيبها تتسبك وارجع لحضراتكم تاني. عندي هنا كمية من السمك طبعا حسب ما حضراتكم عايزين. فتحته كده، يعني انا بحب اخلي الراجل يفتحولي كده كده، اسمه سنجاري. وتبلته بالثوم والهريسة الحمراء والملح والليمون والكمون طبعا زي ما حضراتكم شايفين. هجيب كمية الدقيق بتاعتنا. انا الدقيق ده مضيفتش عليه اي حاجة لان انا متبلة السمك كويس، فمش محتاجة اضيف اي حاجة على الدقيق. هحط السمك كويس خالص في الدقيق كده واحاول ادوس عليه علشان ما ينزلش معايا في الزيت. هنبتدي بقى نحمر الكمية بتاعت السمك دي، نحمرها كلها بالشكل ده، وبعد كده نرجع بقى نحطها في الصينية بتاعتنا، وان شاء الله الطريقة تجربوها وتعجبكم. عندي صينية هنا، عندي الصلصة بتاعتي بصوا اتسبكت اهي وبقت جميلة جدا، مش محتاجة بقى ان احنا نسبكها اكتر من كده، هي كده بقت جاهزة. هحط لها الملح وهضيف فلفل اسود وكمون. دي كل التوابل بتاعتنا اللي احنا هنحطها على الصلصة بتاعتنا او التسبيكة حسب ما حضراتكم بتسموها. هقلب كويس علشان التوابل والملح، هقلبهم كويس كده مع بعض. وهنجيب الصينية اللي احنا هنحط فيها السمك. جبت صينية كده هحط فيها حوالي 3 أو 4 معالق من الصلصة اللي انا عملتها مع حضراتكم. صلصة التوم دي جميلة جدا جدا، بتدي للسمك طعم حلو جدا وبتخليه كده يروح في حتة تانية خالص. هنحط بقى السمك اللي انا حمرته مع حضراتكم. هضيف بقى كل الكمية بتاعت الصلصة اللي متبقية، هنضيفها كده على وش السمك. السمك بقى هنحطه في الشواية حوالي 5 دقايق كده، هيشرب من التتبيلة او من الصلصة اللي انا عملتها معاكم، وهيبقى طعمه جميل جدا جدا. هيبقى طري كده وشارب من التسبيكة دي او من الصلصة دي، وهيبقى طعمه مميز وحلو جدا جدا. بيبقى طعمه مختلف خالص، لما تجربوه ان شاء الله يعجبكم. بصوا انا حطيته تحت الشواية 5 دقايق، 5 دقايق بس مش اكتر، مش محتاجة اكتر من كده لان الصلصة بتاعتنا متسبكة كويس، والسمك طبعا احنا حمرناه ومستوي مش محتاج تسوية يعني. بصوا السمك بقى جميل وحلو ازاي، حلو جدا جدا، طعمه حلو جدا وريحته جميلة ومختلف فعلا. وجنب اي طبق رز بقى بتقدميه، يعني بيمشي مع رز ابيض بيبقى حلو جدا. ولو اي نوع رز حضرتك بتفضليه بتعمليه جنبيه، وحاجة كده مختلفة وطعمها جميل جدا. وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا الاشتراك ولايك وتدوسوا على زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.